السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل أحبائي. نتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال إن شاء الله تعالى. أرحب بجميع من انضم لعائلتنا وقناتنا كوم بوتي. أقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. شكرا لدعمكم المتواصل، شكرا لانضمامكم لقناة الواتساب. كل الشكر الجزيل لكم أحبائي. وقبل بداية الفيديو، أو قبل يعني الخوض في موضوع فيديو اليوم اللي هو الإجابة على أسئلتكم، فطبيعة الحال الفيديو كان من اختياركم، سواء على قناة الواتساب، فحطيت لكم واحد استطلاع رأي، سواء على قناة الواتساب ولا حتى الانستغرام بالنسبة للناس اللي ما كيتوفروش على انستغرام، فدرنا القناة ديال الواتساب. فاستطلاع الرأي كانت نتيجته أنكم اختاريتوا أنني نجاوب على الأسئلة ديالكم، وبطبيعة الحال السمع والطاعة. فقبل ما نبداو فيديو اليوم كنبغي نوجه التحية والدعاء للأخت مروة، كنقول لها شفاك الله وعافاك وأبعد عنك كل شر. ونتمنى كذلك نتوما أخواتي أنكم تدعوا معها باش الله يشافيها ويعافيها بإذن الله، والله يشافي ويعافي كل مريض. وبداو على بركة الله مع أول سؤال من عند المتتبعة الوفية دائما وأبدا زبيدة الذهبي. فكتقول السلام عليكم حبيبتي وفاء، وصلني هذا المنتوج واش نستعملو في هذه الفترة؟ بدا يسخن الجو، ما يشكل حتى مشكل، ولكن جزيل الشكر. وهي كتقصد سيكابلاستيغوم على ما أظن. فأقول لك أختي زبيدة الذهبي، إلا بغيتي تستعملي هاد المنتوج، فأنا كنعرف إنسان ملي كيتوصل بشي حاجة على شكل هدية ولا كتجيه هكا من عند شخص عزيز، ف كتكون عنده واحد اللهفة أنه يستعملها وما كيقدرش أنه يصبر عليها. فغادي نقول لك غادي ممكن أنك تستعملي هذا المنتوج، لكن بطبيعة الحال باحتياطات، نردوا البال بحذر، وكذلك بذكاء. كيف ذلك؟ فغادي نردوا البال بحال دابا مثلا، عارفه راسي انا غدا غادي نخرج بزاف، غادي نتحرك على برا بزاف، فالليله اللي قبل ما غاديش نستعمل هذا المنتوج او اي منتوج عندي اللي كيعاونني باش كنوحد لون البشره ديالي، باش كنتخلص من التصبغات. فحاول ان ديك الليله ما نستعملش هذا المنتوج، خليه. والليله اللي النهار اللي غادي نكون ما غاديش نخرج فيه بزاف او ما غاديش نخرج فيه بمره، فندير هذاك المنتوج في هذاك الليله، بحيث انني غدا غادي نبقى في الدار، ما غاديش نخرج، ما غاديش يكونوا عندي يعني على برا اغراض اللي غادي نقضيها، فنستعمل هذاك المنتوج الليله اللي قبل، باش هكا ما نعرضش البشره ديالي لاشعه الشمس، وتفاعل هذيك الاشعه مع الجلد ديالي بشكل عكسي، وفعوض ما نعالج الوجه ديالي فانا كنضرو. بطبيعة الحال من مور ما نستعمل هذاك المنتوج ليلا، فولو انني غدا ما غاديش نخرج، فنغسل الوجه ديالي مزيان. يعني اول حاجه نديرها منين نفيق هو انني نغسل الوجه ديالي مزيان، ثم ندير الواقي الشمسي ديالي. بطبيعة الحال دائما كنقول كنحترم استعمال الواقي الشمسي كما وكيفا، فندير الكميه اللي خصني نديرها يعني بوفره، ثم كندير الواقي الشمسي ديالي ولو انني نكون في الدار، فهكا غادي نحمي البشره ديالي بشكل جيد وما نخاف حتى شي حاجه بعد استعمال المنتوج. ننتقلوا للسؤال الثاني او التعليق الثاني. التعليق الثاني من عند الاخت فاطمه الزهراء، كتقول السلام عليكم اختي، انا مشتركه جديده، بغيت نسولك انا فيها تصبغ من ديكاباج، ومن بعد استعملت غيتا كنيل وتحرق لي وجهي، ودابا متبعه مع طبيبه الجلد مده 5 أشهر ونصف، والنتيجه بدات كتبان ولكن خفيفه. بغيت نسولك شحال المده باش عطاتك نتيجه مع المنتج اللي استعملتي؟ الله يخلي لك اللي عزيز عليك، امين يا رب. انا استعملت في الاول كابي دارما، نهار نهار لا.
ومن بعد استعملت ميزوثيرابي 6 حصص، ودابا خرجت لي ابتاديرم ابتاسبوت كريم نهاري وليلي. فاختي فاطمه الزهراء، ويعني والكلام موجه للجميع، دائما كنقول هذه المساله. ف تفاعل ديال المنتوجات مع الجلد ديالنا فهو كيختلف من شخص الى اخر. فنقدر مثلا انا نستعمل هاد ابتدام، انا استعملت ديجا ابتدام ابتاسبوت ما جابت معايا حتى شي نتيجه. نقدر مثلا نستعمل، مثلا انا غادي نشري سويس دارما وغادي نديرها، وانتي فاطمه الزهراء او اي شخص اخر غادي ياخذ تا هو سويس دارما، قيشريها وغادي ياخذها وبداو في الاستعمال ديالها في نفس التوقيت. فممكن انها تجيب معايا نتائج مدة اسبوع او 15 يوم او شهر، وممكن انها تجيب معاك نتائج مدة 15 يوم، شهر، شهرين، عاد يبداو يبانوا النتائج. فكل شخص المنتوجات كتفاعل معه على حسب نوع الجلد ديالو، طريقة تجدد أو المدة اللي كيتجدد فيها الجلد ديالو، نوع البشرة ديالو، واش جافة، دهنية، حساسة، مختلطة، الوسط اللي هو كيعيش فيه واش هو مشمس بزاف ولا بارد. بحال دابا أنا حاليا كنقطن في واحد المنطقة اللي هي ساخنة جدا، حارة، فيها الجو حار بزاف، فهذا كيأثر سلبا على الجلد ديالي. نقدر نبدا سويس ديرما وما تجيبش معايا نتائج اللي مزيانه. انا عطيت سويس ديرما يعني غير كمثال فقط، نتائج يعني في مده وجيزه. نقدروا ناس اللي مثلا في مناطق اللي هي بارده نسبيا، ماشي منطقه جبليه، منطقه ساحليه، ولا منطقه اللي هي شي شويه بارده، بحال دابا انا كنشوف مثلا في الدار البيضاء كمثال، او في الرباط. فالناس اللي هنا غادي غيعطي المنتوج واحد النتيجه اللي هي اسرع بالمقارنه مع الناس اللي هما مثلا في مراكش، في قلعه السراغنه، في خريبكه. فهادو مناطق كيبقاو سخان وحارين بزاف عاد. فالنتيجه كتبان بواحد الطريقه اللي هي بشكل بطيء، لان اشعه الشمس عندها واحد الدور كبير 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 في تاخير عمليه العلاج، الا ما كانش اعطاء واحد النتائج اللي هي عكسيه. لان خاصه بالنسبه للناس اللي كتشد فيهم الشمس بزاف بحال الشكل ديالي انا، فراه ما كنصحهمش بالمره انهم يستعملوا منتوجات لعلاج التصبغات الجلديه، ولا حتى احماض او سيرومات اللي كتعمل على توحيد لون البشره ولا كتخفف من حده التصبغات. فما كنصحهمش بمره انهم يستعملوا هاد الاشياء خلال هاد الفتره من السنه. فلهذا اختي فاطمه الزهراء ما يمكنش نعطيك واحد التاريخ، وما يقدر حتى شي واحد يعطيك تاريخ لتفاعل المنتوج مع الجلد ديالك وبدايه ظهور النتائج الجيده والمفرحه بالمره. اي واحد غادي يقول لك مثلا هذا المنتوج راه غادي كيجيب نتيجه في شهر او شهرين، فالمنتوج كيجيب نتيجه في شهر او شهرين بالنسبه لحالات، ولكن الحاله ديالك انت ممكن انه يجيبها في شهر او شهرين، وممكن اقل وممكن اكثر. فعمرنا ما كنبنيو نجاح العلاج ديالنا على حساب تجارب سبقونا من خلال استعمال هذه المنتوجات او منتوجات اخرى. فكنتمنى اختي فاطمه الزهراء انك تكوني اقتنعتي بالكلام ديالي، وكنقول لك شويه ديال الصبر، شويه ديال العنايه، وباذن الله غادي يكون الخير ان شاء الله تعالى. سؤال آخر من عند الأخت نزهة رغيد. فالأخت نزهة رغيد كانت تقول السلام عليكم أختي وفاء، على سلامتك. أنا تندير، الله يسلمك أختي نزهة، أنا كندير إيزيس فارما نيوتن سيروم. عندي الكلف، واش هو آمن في فصل الصيف ولا نوقفه؟ فبالنسبة لمنتوجات إيزيس فارما سورتو نيوتن، من خلال تجربتي يعني في الميدان، ومن خلال تجربتي مع المتتبعات الكريمات، فبزاف ديال الأخوات حسس ليهم البشرة ديالهم. فما عرفتش نوعيه البشره ديالك، ما عرفتش المنطقه اللي تقطني فيها اختي نزهه. فلهذا من الاحسن
أنك توقفيه دابا بشكل تدريجي و تكتفي بالحماية. بغيتي تكمّلي بمنتوج آخر، ممكن أنني نخلّي لِك الاسم ديال منتوج آخر، ولكن نيوتن إيزيس فارما من المستحب أنك توقفيه حاليًا. ما عرفناش يقدر يجيب يعني يسبب لك تحسس، يقدر ان البشره ديالك تحسس منه وتشد لك فيها اشعه الشمس. فاحنا باش نتفاداو هذه المشاكل كامله من الاحسن اننا نوقفوه حاليا، ومن بعد ان شاء الله منين برد الحال الا بغيتي تكملي به ما كاين حتى شي اشكال. تعليق آخر من عند الأخت المتتبعة الوفية شطبي سندس، فكتقول: اختي وفاء سويس ديرما اونتي تاش بيغمون واش يصلح للناس اللي عندهم الوردية؟ كنتمنى تجاوبيني. فبالنسبة للوردية ما غاديش يمكن لينا نحكمو بالمرة. بالنسبة لسويس ديرما فما فيهاش مواد اللي هي قاسية. اللي غادي ننصحك أختي شطبي سندس هو أنك تاخدي هذا المنتوج وتبداي تجربيه على مناطق صغيره في الوجه ديالك. وتلاحظي وتمشي بطريقه تدريجيه، يعني مثلا نديرو نهار ويومين لا، لمده اسبوع. منين نشوف ما كاين حتى شي تحسس فنبدا نطلع الوتيره ديال استعمال المنتوج تبعها على مناطق، دائما كنقول، او على اجزاء صغيره في الوجه ديالك. ومنين نشوف ما كاين حتى شي تحسس فنتوكل على الله، وكنتمنى لك مسيره موفقه مع المنتوج ان شاء الله، ونقراو النتيجه ديال التجربه ديالك من خلال التعاليق. تعليق اخر من عند يوزر فكتقول: انا عملت بلازما بان لوجهي وخرج لي على وجهي، ندمت، خلالي تقابي في وجهي، عييت ما ندير في لي سوان والو، مازال كنعاني. ف شوف، انا دائما نتوما عارفين الراي ديالي، دائما ضد التقنيات الحديثه في علاج التصبغات. دائما كنقول دائما اللي عنده الصبر وعنده الاراده وما ملش من راسو، ما قانتش من راسو، فكنقول نمشي بالطبيعي شويه بشويه حتى يجيب ربي التيسير. مزروبه ما قاداش فنلجؤوا المنتوجات، ولكن بطريقه عقلانيه. ما نمشيش نتلاح في واحد الخندق ونشري اي منتوج سمعت بانه زوين ونديرو للوجه ديالي. لا، كنشري المنتوج بطريقه كما قلت عقلانيه، وكنحكم العقل ديالي ونشري منتوج ونبقى غادا بشويه بشويه مع المنتوج حتى كيجيب ربي التيسير. بطبيعه الحال هذا مع الالتزام بالقاعده الثلاثيه: تنظيف، ترطيب، وحمايه. بطبيعه الحال لان فيها السر، سورتو الترطيب والحمايه فهما السر ديال البشره مثاليه. بالنسبة للتقنيات الحديثة فأنا ضدها، سواء لعلاج حب شباب، سواء لعلاج تصبغات الجلدية، سواء لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه. فأنا ضد هاد التقنيات بالمرة، لأن إلا جينا ندير واحد الإحصائية غادي نلقاو واحد 70% ديال الناس اللي استعملوا هاد التقنيات كلهم عندهم نتائج وذكريات يعني اللي خايبه بزاف عاد مع هاد التقنيات، وواحد 30% اللي بقات هي اللي جابت معها نتيجه. فلهذا ما كنصحش بالمره بهاد التقنيات. فاللي كنصحك به اختي يوزر حاليا وقفي، ما تبقاي ديري حتى شي حاجه. اللي نصحك به هو انك تستعملي الكريمات المرممه، خاصة شيكا بلاست بوم بي 5. غادي تبقاي تستعمليها وتحمي البشرة ديالك من أشعة الشمس بشكل جيد حتى ترتاح البشرة ديالك بمرة. واحد المدة اللي غادي تكون على الأقل واحد سنة ديال اعتماد الكريم المرمم والواقي الشمسي. ومن بعد عاد يعني ديك الساعة تقدري تشوفي شنو ديري. أما دابا يعني غير غادي تزيدي طين بله، غادي يبقى يبان لك الوجه ديالك هكاك، انت غادي تستريسي، غادي تبقاي تقلبي على المنتوجات، وغادي يولي عندك داك الوجه بحال حقل ديال التجارب. يعني في عوض ما غادي نجي نكحلها غادي نعميها. فلهذا ارتاحي مع راسك، غادي ديري سيكا بلاص بومبي 5
وغادي ديري الواقي الشمسي ديالك وارتاحي. فهذه كانت تجربه لا تعني نهايه الحياه، لا تعني ان الوجه ديالك صافي مشى راه ما كاينش حل، ولكن على الاقل اعطي لوجهك الراحه فهو محتاج ليها بشكل كبير. كنتمنى فيديو اليوم يكون جاب الافاده. قبل ما نودعكم، فالناس اللي كتسول على سويس ديرما، الناس اللي كتسول على ماء الورد المقطر طبيعي، فانتم عارفين هذه كلها منتوجات يعني متوفره عندي. ممكن انكم تواصلوا معايا على الانستغرام، وقريبا ان شاء الله غادي نحط لكم بالنسبه للناس اللي مشتركين في القناه ديال الواتساب، فغادي نخلي الرقم ديال الواتساب للتواصل للاستشاره ولتمرير طلبياتكم ولا لي كوموند ديالكم اللي بغا يدوز كوموند. فمرحبا اهلا وسهلا، ما كاين حتى شي اشكال على الراس والعين، تعرفوا غير لا كوموند وصلاتكم للدار ان شاء الله. فكنقول لكم امسيه طيبه او نهايه امسيه طيبه، دمتم وطابت اوقاتكم. نلتقي يوم الجمعه ان شاء الله. نسيت واحد الحاجه بالنسبه للوصفات الطبيعيه في الاسبوع المقبل باذن الله، الا بقينا على قيد الحياه فغادي نرجعوا لوصفاتنا الطبيعيه طبعا تحت طلبكم وتحت الحاحكم. فغادي نرجعوا على قناتكم كوني جميله باذن الله للوصفات الطبيعيه. بطبيعه الحال دائما فانتم كتشوفوا كاين واحد الكورديناسيون ما بين القناه ديال الواتساب، ما بين الانستغرام وما بين القناه على اليوتيوب. فخليوا لينا ثمره حنايا، وانتم ما تنسوناش من اللايك، ما تنسوناش من البارطاج. فهذا هو الدعم ديالكم. شكرا جزيلا، في امان الله.